السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة البازل السياسي. أرجو من السادة المتابعين إن هم يشيروا الشورت ده، لأن في مجموعة من العرب سكان شبه الجزيرة العربية، الحفاة العراة رعاة الشاه الذي تطاولوا في البنيان ده بنص الحديث، بيهاجموا الدولة المصرية علشان الدولة المصرية اقترحت مقترح لصالحهم في إنشاء قوة عربية مشتركة. ومجموعة منهم يقولوا فين مصر، ومجموعة تانية يرفضوا موضوع القوى العربية المشتركة، وبيهاجموا الدولة المصرية على الاقتراح اللي اقترحته، اللي علشان خاطر يحميهم من الكارثة اللي هم واقعين فيها بعد ما اتعشموا في أمريكا وأمريكا خليت بيهم. فأحب أرد على الجماعة اللي بيسألوا فين مصر، هم ومن قبلهم الإخوة الفلسطينيين وغيرهم. يقول لك مصر فين؟ والله أنا أحب أبلغكم مصر بتاخد تاني في الساحل الشمالي، على البحر المتوسط، على ساحل البحر المتوسط. مش عارف جايبين منين الاستحقاقية إن مصر دي أمهم اللي خلفتهم ونسيتهم، وإن مصر المسؤولة عنهم، وإن لو حصل أي حاجة المفروض إن مصر تطلع ولادها يروحوا يحاربوا للجماعة العرب، يدفعوا دم عشان الجماعة العرب، ويخسروا اقتصاد علشان الجماعة العرب، ويخسروا أرض عشان الجماعة العرب. وحصلت في حرب 67 وفيما قبل 67، وفي حرب اليمن، وفي حرب تحرير الجزائر، وفي كل الدول العربية. أنا مش فاهم جايبين الاستحقاقية دي منين. أنا بيتهيألي الاستحقاقية دي اللي اداها لهم المصريين نفسهم. ولذلك أنا بطلب من الشعب المصري إنه يبطل يقول كلمة مصر أم الدنيا، لأن مصر أم المصريين مش أم الدنيا. مصر أم الدنيا خلت الجماعة العرب يبتدوا إن هم يفكروا إن مصر دي اللي خلفتهم ونسيتهم. فأرجو من الإخوة المتابعين إن هم يبتدوا يفهموا ويعوا جيدا إن المحيط البائس من بدو نجد وبدو الخليج والبربر بتوع شمال أفريقيا، مفيش حد فيهم بيحب الدولة المصرية أو عاوز لها الخير، وفاهمين إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الدولة المصرية لخدمتهم هم، مش لخدمة شعبها، مش لخدمة الشعب المصري. يعني استحقاقية غريبة ومش قادر افهمها. ويقول لك اصل مصر الشقيقة الكبرى. يا عم احنا لا شقيقة كبرى ولا صغرى ولا شقيقة من اساسه. احنا امة بحد ذاتها، احنا ما احناش عرب. احنا المصريين مش عرب، المصريين مش عرب. وشرحتها قبل كده في فيديوهات تانية، وارجو من السادة المتابعين ان هم يشاهدوا الحلقات اللي موجودة على السوشيال ميديا علشان يتابعوا ويفهموا الحكاية ماشية ازاي. شكرا جزيلا.